بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. بنعمة ربنا هنتكلم النهاردة عن القديس بولس الرسول، ونشوف ايه سر قوة خدمته النارية. الراجل ده كتب 14 سفر من 27 سفر موجودين في العهد الجديد. الراجل ده في كل كلمة بيقولها كنا نحس قد ايه بيحب المسيح. ايه سر قوتك يا بولس؟ هيقول على الأقل في حاجتين. الحاجة الأولانية إنه التلمذ تحت رجلين غمالائيل، يعني كان تحت رجلين معلم يهودي معتدل مشهود ليه، فتربى جوه الكنيسة باللغة بتاعتنا دلوقتي. ومش تربى يعني جوه الكنيسة بس كده رايح جاي، لا، ده تربى يعني سمع وفهم واستوعب وحفظ اللي اتقاله. دي نمرة واحد. نمرة 2، ان هو كان بيضطهد المسيحيين قوي، ويروح لغاية دمشق عشان يعمل مقايدات ازاي يوصل الناس ويجيب الناس اللي هم كانوا يهود وسابوا اليهودية للمسيحية، من اجل ان يقضي على البدعة الجديدة دي. وفي السكة ما بين اورشليم ودمشق ظهر له السيد المسيح. وهنا بقى بولس الرسول ادرك ان اللي كان بيضطهده ده هو مخلص العالم، لما قال له شاول لماذا تضطهدني؟ الحقيقة هنا حصل التغيير. ابتدى يحس القديس بولس انه مديون لله، وان لو قضى عمره كله بيخدمه وقدم جسده حتى الاستشهاد فولا حاجة قدام حب المسيح الجبار اللي جوه قلبه. ويوصف بولس الرسول حالته ويقول انا كنت بضطهد المسيحيين والمسيح بجهل، ولكني رحمت. هو مش ناسي عمل الله في حياته، علشان كده حس انه مديون. بصراحة سر قوة بولس احساسه انه مديون لنعمة المسيح. النهاردة يا بولس اللي بيزعلك؟ يقول بيزعلني ان ابص على الخدام واحس ان كل خادم عمل حاجة في الخدمة حاسس انه محتاج يتقدر ومداين الله بالخدمة اللي خدمها. لا، اذا ما كنتش هتحس انك مديون لله بخلاصك ونجاتك ودعوتك للخدمة، انت ما تستحقش تكون خادم. احنا كلنا مديونين لدم المسيح اللي اشترانا لخلاصنا، فما فيش حد بيتفضل على الله في شيء، لكن ربنا بنعمته هو اللي تفضل علينا كلنا. عرفتوا ايه سر قوته؟ كان دايما حاسس انه مكسوف وخجلان، علشان كده كان شعلة نار في الخدمة. يا رب ادينا ان احنا نكون خدام زيه بصلاته عنا. امين. صباح الخير.